فرنسا سنة 1798 كانت عاملة زي قدرة الفول اللي بتغلي، ثورة وقطع الرؤوس وحروب مع طوب الأرض. وسط المعمعة دي طلع ضابط قصير طموحه ملوش سقف، وقال لهم: أنا مش عاوز أحارب في أوروبا، أنا عاوز أكون إسكندر أكبر جديد في الشرق. ليه سابوا باريس وجم لينا إحنا؟ وإيه علاقة إنجلترا بالموضوع؟ تعال نحلل الخطة اللي اتطبخت في باريس. فرنسا كانت في حالة جنون عظمة بعد الثورة، وكان عندها عدو واحد منكد عليها عيشتها: إنجلترا. إنجلترا كانت سيدة البحار، وفرنسا ما كانتش قادرة تلمسها في جزرتها، فحاولوا يعملوا ضربة تحت الحزام لإنجلترا. الخارجية الفرنسية قعدت تفكر إزاي نوجع الإنجليز من غير ما نعبر المانش. لقوا إن أقوى حتة توجعهم هي طريق التجارة للهند. الهند كانت درة التاج البريطاني، ومصر كانت هي المعبر السريع. فرنسا قالت: لو أخدنا مصر هنقطع الوريد اللي بيغذي لندن، وهنحول البحر المتوسط لبحيرة فرنسية خاصة بينا. عشان كده نابليون فكر في الهروب إلى الأمام. نابليون بونابرت كان عامل قلق للحكومة الفرنسية، كان بطل شعبي، والسياسيين خافوا إنه يعمل عليهم انقلاب. فكروا بدل ما يوجع دماغنا هنا نبعته في مغامرة بعيدة، لو نجح خير وبركة، ولو فشل نكون خلصنا منه من طموحه. نابليون وافق فوراً، لأنه كان شايف إن أوروبا مجرد جحر فئران، وإن العظمة الحقيقية بتتبني في الشرق زي الإسكندر ويوليوس قيصر. وهنا يجي دور الجيش السري والعلماء. نابليون ما كانش طالع خناقة، هو جاهز جيش من نوع خاص، جاب 36 ألف عسكري من جيش إيطاليا الوحوش بتوعه. بس الأغرب إنه جاب معاه 167 عالم في كل المجالات: فلك، نبات، كيمياء، آثار، وحتى رسامين وموسيقيين. نابليون كان عاوز يعمل مستعمرة فرنسية كاملة، مش مجرد احتلال عسكري. كان عاوز يدرس كل فتفوتة في مصر عشان يستغلها صح. وعشان يهرب من الأسطول الإنجليزي اللي كان مرعب، نابليون عمل أكبر عملية تمويه في التاريخ. طلع بالأسطول من مينا طولون، ومحدش من العساكر كان عارف هم رايحين فين. حتى القادة الكبار كانوا فاكرين إنهم رايحين يهاجموا إيرلندا أو صقلية. نيلسون قائد الأسطول الإنجليزي فضل يلف وراهم في البحر المتوسط وهو مش فاهم نابليون عاوز إيه، لدرجة إن الأسطولين عدوا جنب بعض في ليلة ضبابية ومحدش شاف التاني. هنا إحنا قدام عقلية استراتيجية جبارة. نابليون ما كانش جاي يزور الأهرامات، ده كان جاي يغير خريطة العالم. مصر بالنسبة له كانت المفتاح اللي هيفتح له أبواب إمبراطورية عالمية. بس اللي نابليون ما كانش عامل حسابه هو المصريين والمماليك. هو افتكر إنه داخل أرض مهجورة، ما كانش يعرف إنه داخل عش دبابير. تخيل إنك مواطن اسكندراني بسيط، صحيت يوم 1 يوليو 1798، بصيت من الشباك لقيت البحر ما بقاش أزرق، البحر بقى غابة من الصواري. أكتر من 300 سفينة فرنسية محاصرة المينا. نابليون ما ضيعش وقت ونزل عساكره بالليل في منطقة العجمي وسط بحر هائج. ومن هنا بدأت أول فصول المواجهة بين الشرق اللي نايم في العصور الوسطى والغرب اللي جاي بمدافع الثورة. وهنا هنحكي عن صمود محمد كريم. ما هي اسكندرية برضو ما كانتش سهلة. نابليون كان فاكر إن اسكندرية هتفتح له الأبواب بالورود، بس اصطدم بحاكمها محمد كريم. محمد كريم ما كانش عنده جيش نظامي، كان عنده شوية جدعنة وشعب قرر يقاوم بالحجارة والنبال من فوق البيوت. الفرنسيين اقتحموا المدينة، ومحمد كريم اتحصن في قلعة قايتباي لحد ما الذخيرة خلصت. نابليون في محاولة لكسب ود المصريين عمل حركة ذكية، مرضاش يقتل محمد كريم في الأول، بالعكس ساب له سلاحه وقال له: أنا بحترم الشجعان. بس الحقيقة إن نابليون كان عاوز واجهة مصرية تمشي له الأمور، لكن محمد كريم كان فاهمه كويس. وبعدها نابليون لعب لعبته النفسية لما قال: أنا أكتر من المماليك إيماناً. وده وقف طريقه للقاهرة، نابليون طلع السلاح السري بتاعه، المطبعة. وزع منشور بالعربي المكسر بيقول فيه: يا أيها المصريين، قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا المكان إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح. إنني أكثر من المماليك إيماناً، أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. نابليون كان فاكر إن الكلمتين دول هيخلوا المصريين يحبوه ويفتحوا له البيوت، بس المصريين بصوا للمدافع اللي بتدك الحواري وبصوا لشنبات العساكر الفرنسيين وقالوا جملتهم الشهيرة: يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. اللعبة ما دخلتش عليهم لأنهم شافوا العساكر بيدخلوا المساجد ببيادتهم. نابليون وجيشه بدأوا يتحركوا من اسكندرية للقاهرة عبر دمنهور والرحمنية،
وهنا الفرنسيين شافوا الويل. العساكر لابسين بدل صوف تقيلة في حر يوليو، المية خلصت والآبار المصريين ردموها. العساكر الفرنسيين بدأوا ينتحروا من اليأس، ونابليون نفسه كان بيمسح العرق ببورنته وهو مش مصدق إن أرض الميعاد طلعت فرن حراري. وفي يوم 21 يوليو وصل نابليون لمنطقة إمبابة. قدامه على البر التاني كان مراد بك وإبراهيم بك زعماء المماليك، ومعاهم آلاف الفرسان. المماليك بشنباتهم الطويلة وخيولهم العربية الأصيلة وسيوفهم الدمشقية كانوا فاكرين إن الحرب مبارزة. مراد بك بص للفرنسيين وقال هنسحقهم تحت حوافر خيلنا. لكن نابليون كان مجهز المفاجأة، نظام المربعات. كل فرقة فرنسية عملت مربع، المدافع في المص والبنادق لبره. المماليك هاجموا بمنتهى الشجاعة، بس كانوا بيخبطوا في حيطة من الرصاص. المدافع كانت بتمحي الخيل والفرسان قبل ما يوصلوا. في ساعات قليلة كانت الجثث مغطية الأرض، ومراد بك هرب للصعيد وإبراهيم بك هرب للشام. نابليون وقف قدام الأهرامات وقال جملته التاريخية لعساكره: أيها الجنود، إن 40 قرنا من الزمان تنظر إليكم من فوق هذه الأهرامات. وهنا بقى يجي وقت دخول القاهرة. نابليون دخل القاهرة في نظره كفاتح، سكن في قصور المماليك وبدأ يظبط الديوان ويحاول يخلي نفسه حاكم شرعي. بس هو بيشرب نخب النصر في قصر الألف بك جاله خبر نزل عليه كأنه قلم على وشه. الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون لقى الأسطول الفرنسي في أبي قير ودمره بالكامل. بجملة واحدة نابليون بقى سجين في مصر، مفيش رجوع لفرنسا ومفيش إمدادات هتجيله. هو وجيشه بقوا جزيرة وسط بحر من المصريين اللي ما بيحبوهوش. نابليون دلوقتي بقى محبوس جوه مصر بعد ما أسطوله غرق، وعشان يثبت رجله قرر يشتغل على خطين متوازيين: خط التنوير عشان يبهر المصريين بعلم فرنسا، وخط الحديد والنار عشان يكسر أي حد يقوله لأ. ومن هنا بدأت أكبر مواجهة حضارية في تاريخ مصر الحديث. أولاً، المجمع العلمي، سحر العلم ولا سحر الدجل؟ نابليون أسس المجمع العلمي المصري في بيوت المماليك اللي صادرها، جاب 167 عالم بتوعه وبدأوا يشتغلوا. تخيل المشهد، علماء لابسين لبس غريب، معاهم ميكروسكوبات وتلسكوبات ومطابع. المصريين في الأول كانوا بيبصوا للحاجات دي بذهول. الشيخ الجبرتي مؤرخنا العظيم وصف تجارب الكيمياء اللي عملها الفرنسيين بأنها أشياء غريبة لا تدركها العقول. الفرنسيين كانوا بيحاولوا يبهروا مشايخ الأزهر بتجارب بتطلع نار ملونة أو كهرباء، بس المشايخ ردوا عليهم ببرود: طيب ده يقدر يخلينا نكون في مكانين في وقت واحد؟ هنا الفرنسيين عرفوا إن الإبهار العلمي لوحده مش كفاية عشان يسيطروا على شعب جذوره ضربة في الأرض. ثانياً، وصف مصر وحجر رشيد، الكنز المفقود. في عز الحرب العلماء كانوا بيلفوا مصر شبر شبر، رسموا كل معبد وكل أكلة بياكلها المصريين. الشغل ده هو اللي طلع لنا بعد كده موسوعة وصف مصر، أكبر عمل توثيقي في التاريخ. والأهم من ده كله، في يوليو 1799 عسكري فرنسي اسمه بوشار وهو بيرمم قلعة في رشيد خبطت في قوسه في حجر بازلت أسود عليه كتابات غريبة، حجر رشيد. ده كان المفتاح اللي خلى شامبليون بعد السنين يفك شفرة اللغة الهيروغليفية ويخلينا إحنا المصريين نعرف نقرأ تاريخ أجدادنا اللي كان ميت ومجهول بالنسبة لنا وللعالم كله. ثالثاً، ثورة القاهرة الأولى. وهنا بعيد عن المعامل والكتب الشارع كان بيغلي. نابليون فرض ضرائب تقيلة عشان يعوض خسائر أسطوله، وهدم بيوت ومساجد عشان يفتح شوارع عسكرية، ومنع الاحتفالات الدينية. في 21 أكتوبر 1798 انفجر البركان. من قلب الجامع الأزهر طلعت صرخة حي على الجهاد. المصريين حولوا حواري القاهرة لمتاريس. الستات كانت بترمي الزيت المغلي من المشربيات، والرجالة بالسكاكين والشوم واجهوا بنادق الفرنسيين. نابليون اتصدم من جرأة المصريين ورد بمنتهى الوحشية، ضرب القاهرة بالمدافع من فوق القلعة، ودخلت خيول الفرنسيين من الجامع الأزهر وربطوا خيولهم في القبلة. الحركة دي كانت القشة اللي قطمت وسط العلاقة بين المصريين والفرنسيين للأبد. نابليون ما بقاش في نظرهم الحاكم العادل، ده بقى الكافر المحتل. رابعاً، رحلة الشام وفشل عكا. نابليون لقى إن القعدة في القاهرة خطر، وقرر يطلع يواجه الجيش العثماني اللي بيتجمع في الشام، وهناك ارتكب مذبحة يافا البشعة اللي قتل فيها آلاف الأسرى بدم بارد، وده خلى مدينة عكا تستبسل في الدفاع بقيادة أحمد باشا الجزار. نابليون واقف قدام أسوار عكا مش عارف يدخلها، والوباء اللي كان وقتها الطاعون بدأ ياكل في جيشه. نابليون رمى برنته قدام أسوار عكا بغل وقال: لقد أضاع الجزار علي قدري، ورجع القاهرة مهزوم نفسيا عشان يلاقي إن الثورات والمغامرات مستنياه في كل ركن.
الفصل ده بيوريك إن القوة العسكرية والعلمية مش دايما بتكسب الروح. نابليون كسب معارك واكتشف حجر رشيد، بس خسر المصريين، والدم اللي سال في الجامع الأزهر بقى هو الوقود اللي هيحرق الحملة في الفصول اللي جاية. نابليون بونابرت اللي كان بيحلم يكون إمبراطور الشرق لقى نفسه في ليلة ضلمة من شهر أغسطس 1799 واقف على شط اسكندرية بيركب مركب صغير في السر وسايب جيش وراه للمجهول. نابليون هرب عشان يلحق الكرسي في باريس، وساب التركة التقيلة لواحد ما كانش بيطيقه، الجنرال كليبر. حتى كليبر ما كانش يعرف إن نهايته هتكون على إيد طالب أزهري عنده 24 سنة بس. ونرجع بالزمن لليلة الهروب. نابليون ما كانش شجاع كفاية إنه يواجه جيشه ويقول لهم أنا ماشي. هو ساب جواب لكليبر بيبلغوا فيه إنه عينه قائد للحملة، وسافر في السر عشان يهرب من الحصار الإنجليزي. العساكر الفرنسيين صحيوا الصبح لقوا القائد الملهم هرب وسابهم في بلد بيكرههم وطاعون بياكل فيهم وجيش عثماني وإنجليزي بيحاصرهم. كليبر أول ما قرأ الجواب قال جملته الشهيرة وهو بيشتم نابليون: لقد ترك لنا هذا القزم سراويله المليئة بالوحل ورحل. كليبر ما كانش زي نابليون، ما كانش عنده أوهام الإمبراطورية. هو كان راجل عسكري واقعي وشايف إن الحملة دي ميتة ميتة. حاول يعمل اتفاقية العريش عشان يمشي بجيشه بسلام، بس الإنجليز رفضوا وأصروا إن الفرنسيين يسلموا نفسهم كأسرى حرب. كليبر كرامته وجعته وقال: يا جنود، لا سبيل لنا إلا النصر، فاستعدوا للموت. وفعلا هزم الجيش العثماني في معركة عين شمس، ورجع القاهرة أخمد ثورة القاهرة التانية بمنتهى القسوة والدموية. ضرب حي بولاق بالمدافع لحد ما بقى تراب. وهنا كان لازم يظهر سليمان الحلبي في الوقت المناسب بخنجر العدالة. كليبر كان بيتمشى في جنينة قصره بالأزبكية ومنتشي بانتصاراته. كان في شاب سوري أزهري اسمه سليمان الحلبي بيراقب المشهد بمرارة. سليمان جه من حلب خصيصاً في مهمة واحدة: قتل الطاغية. يوم 14 يونيو 1800 سليمان اتنكر في زي شحات ودخل جنينة كليبر. كليبر افتكر إنه جاي يطلب حاجة ومدله إيده. سليمان مسك إيده وشده بقوة وطعنه 4 طعنات قاتلة بخنجر مسموم. كليبر العملاق اللي مفيش جيش قدر عليه وقع ميت على إيد شاب بسيط، لكنه كان ذراع القدر في الانتقام من كل معتدي على الشعوب. ساعتها الفرنسيين اتجننوا، قبضوا على سليمان الحلبي وعذبوه بأبشع الطرق عشان يعرفوا مين اللي وراه، بس هو فضل صامت. المحكمة العسكرية الفرنسية حكمت عليه بالإعدام بالخازوق. تخيل البشاعة، سليمان وقف بشموخ قدام الخازوق وفضل عايش عليه 4 ساعات وهو بيقرأ قرآن لحد ما مات. الفرنسيين ما اكتفوش بكده، أخدوا جمجمة سليمان الحلبي والفرنسا لحد النهاردة حاطينها في متحف الإنسان في باريس، ومكتوب تحتها جمجمة مجرم. وإحنا بنقول لهم لأ، دي جمجمة بطل قوم محتل. الحملة بعد اغتيال كليبر كانت خلاص بتنتهي، عشان كده تم إسناد القيادة لمينو. ومينو ده كان حالة غريبة، أعلن إسلامه واتجوز واحدة من رشيد وسمى نفسه عبد الله مينو، وكان عاوز يفضل في مصر للأبد. بس الواقع كان أقوى منه. الإنجليز والعثمانيين ضغطوا من كل ناحية والمقاومة الشعبية ما سكتتش. في النهاية استسلم مينو في أغسطس 1801 وركب الفرنسيين السفن ورجعوا بلدهم، وسابوا وراهم مصر مختلفة تماماً عن اللي دخلوها. الحملة الفرنسية كانت زي إنعاش لجسم ميت، قتلت آلاف، نهبت كنوز، بس في نفس الوقت خلت المصريين يبصوا في المراية ويقولوا إحنا مين وإزاي نحمي نفسنا من الاحتلال. خروج الفرنسيين ما كانش نهاية القصة، ده كان بداية لظهور محمد علي باشا وبناء مصر الحديثة. الحملة الفرنسية مشيت، المراكب حملت العساكر والعلماء والخيول ورجعت باريس. بس هل فعلا الحملة خرجت من مصر؟ الحقيقة إنهم سابوا وراهم بذور في الأرض المصرية، بذور طرحت حاجات بنشوفها كل يوم في حياتنا، من أول الرغيف الفينو الفرنساوي لحد القوانين اللي بتستخدمها المحاكم لحد دلوقتي. تعالوا نشوف الآثار الجانبية لأخطر 3 سنين في تاريخ مصر. أولاً، نهاية أسطورة المماليك. قبل ما نابليون يجي، المصري كان فاكر إن المملوك ده كائن خارق ما بيتهزمش وإنه قدر محتوم. نابليون في موقعة الأهرام كسر هيبة المماليك للأبد،
ورانا إن السيف والحصان والشنبات ما بتصمتش قدام العلم والتنظيم والمدافع. لولا الألم اللي المماليك خدوه من فرنسا ما كانش الشعب المصري قدر يثور عليهم بعد كده ويختار محمد علي بإرادته. فرنسا كنست الزبالة السياسية اللي كانت مغطية مصر القرون. تانياً، وصف مصر والولعة بالعلم القديم. العلماء الفرنسيين وهم ماشيين أخدوا معاهم آلاف الرسومات والخرائط، والنتيجة كانت كتاب وصف مصر. الكتاب ده هو اللي عرف العالم إن في حاجة اسمها حضارة مصرية. العالم كله اتجنن بالفراعنة بفضل الحملة دي، وبدأت موجة سرقة الآثار وعلم المصريات. لولا حجر رشيد اللي شامبليون فك شفرته بعد كده، كانت الحضارة المصرية هتفضل مجرد حجارة صامتة وطلاسم محدش فاهمها. إحنا عرفنا أجدادنا من خلال أعدائنا. ثالثاً، المطبعة والجريدة وصناعة الوعي. نابليون ما كانش جايب المطبعة عشان يطبع قرآن، كان جايبها عشان يطبع أوامر عسكرية ومنشورات بروباجندا. بس المصريين لأول مرة شافوا إن الكلمة ممكن تتنسخ آلاف المرات في ساعات. المطبعة دي كانت الإنترنت بتاع زمان، هي اللي مهدت بعد كده لظهور الصحافة المصرية وخلت الأفكار تتنقل من القصور للحواري. رابعاً، بذور الدولة الحديثة، الدواوين والصحة. نابليون هو اللي عمل الدواوين زي مجالس الشعب المصغرة. هو ما كانش قصده ديمقراطية، كان عاوز أعيان البلد يساعدوه في لم الضرائب. بس المصريين لأول مرة داقوا طعم إنهم يقعدوا ويناقشوا شؤون بلدهم بعيداً عن كرباج الولي العثماني. كمان الفرنسيين هم اللي بدأوا فكرة المحاجر الصحية والمستشفيات المنظمة عشان يواجهوا الطاعون، ودي كانت بداية الطب الحديث في مصر. خامساً، سليمان الحلبي، الرمز اللي لسه بيه طارد فرنسا. لحد النهاردة لما تروح متحف الإنسان في باريس وتشوف جمجمة سليمان الحلبي هتعرف إن الصراع ما خلصش. سليمان بقى رمز للمقاومة العابرة للحدود، سوري استشهد عشان مصر. والحملة الفرنسية سابت في وجدان المصريين عقدة وإعجاب في نفس الوقت تجاه الغرب. بنكره احتلالهم بس بنحب علمهم وتنظيمهم. الحملة الفرنسية كانت تجربة عنيفة جدا لمصر. لولا نابليون ما كانش محمد علي لقى الأرضية اللي يبني عليها جيشه ومصانعه. الحملة علمتنا درس غالي، إن العدو مش بس بيحتلك بسلاحه، ده بيحتلك بجهلك. تفتكروا يا جماعة لو الحملة الفرنسية كانت استمرت ومينو قدر يفضل في مصر، هل كانت مصر هتبقى قطعة من أوروبا فعلا؟ ولا كنا هنفقد هويتنا للأبد؟ مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو وتفاصيل القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل قصصنا الجاية. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.